تخيل معايا كده يا صديقي، تبقى شاب فقير وضعيف وحالك يصعب على الكافر، والنبلاء بيعذبوك لحد لما بتموت. ومن هنا ستبدأ حكايتنا. في يوم وليلة يتشقلب حالك وتتولد من جديد في جسم طفل من الأمراء، وتبقى الأقوى على مر تاريخ البشرية. فقبل ما نبدأ يا صديقي، ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وعاوز أقولك إن حكايتنا النهاردة غير أي حكاية شفتها أو هتشوفها. حكاية النهاردة أقل ما يقال عنها أسطورية بمعنى الكلمة، فعاوزك تروق لدماغك كده ويلا بينا نبدأ حكايتنا. وفي الوقت ده بنشوف بطل حكايتنا وهو بيخرج آخر أنفاسه، والنبلاء بيعذبوه وعمالين بيلعبوا بيه حرفيا، وأكن حياته لعبة في أيديهم. وقبل لما بيموت بيقول أنا ليه ما اتولدتش بقوة سحرية زيهم كده، ما كانش في إيدي أي حاجة أعملها علشان أبقى زيهم، وخلاص بطلنا بيفارق الحياة. ومن هنا تبدأ حكايتنا. وفي اللحظة دي بيفتح عينه وبيلاقي حواليه خدامات كتير وهو مش فاهم أي حاجة، وبيرفع ايده وبينطلق سحر قوي جدا منها، وبوم بيدمر برج القصر بالكامل. اوبا، وهكذا ولد بطلنا من جديد، لكن المرة دي مش واحد عادي، لأ، ده بيكون الامير السابع ماتيو، ودي الحياة اللي كان طول عمره بيتمناها. وبنعرف اول ما اتولد ماتيو قعد يقرا في كتب السحر، وكمان اطلق سحر قوي جدا، وده كله هو لسه مولود. ودي طبعا اكبر صدمة لكل المملكة. وهنا ماتيو هرب من الخدم وراح على مكتبة القصر، واللي فيها اسرار كبيرة جدا عن السحر. وبنعرف ان ماتيو مهووس جدا بدراسة السحر. وفي اللحظة دي بتيجي واحدة، ودي بتكون معلمته سيلفا، واللي تعتبر من اقوى المقاتلين في المملكة بالكامل. وبيتدرب ماتيو على مبارزة، وماتيو بيكون مواكبها بالعافية. ودي طبعا اكبر مفاجأة، لان ماتيو لسه طفل ومواكب اقوى فارسة في العالم. وفي اللحظة دي ماتيو بيستخدم السحر وبيطول سلاحه وبيعزز من قوة جسده، وكمان بيطير سنة من على الأرض وبيهجم عليها بقوة، وبيتبادل معاها ضربات قوية جدا، وبيتحرك بسرعة جدا وبيهجم عليها من ظهرها، وبوم بتتصداله وبتقوله انت بتغش مش كده يا ماتيو. اوبا، قفشتك يا معلم وانت بتستخدم السحر. بس بتنبهر جدا منه، بتقوله استخدمت سحر الطيران وطولت سلاحك، انت عبقري جدا يا ماتيو، حتى اقوى المقاتلين في العالم ما يعرفوش يستخدموا تعويذتين في وقت واحد. اوبا بابا، ماتيو بيقول لنفسه الحمد لله ان هي معرفتش اني استخدمت 4 تعاويذ مش 2 بس، يا ابن اللعيبة يا ماتيو. وبيمر الوقت وهنا بنعرف ان في القصر ده في مكتبة سرية تحت الارض، ولا وايه كمان في شيطان مختوم جواها، الشيطان غريموار. واول لما ماتيو بيسمع الكلام ده بيروح جري للمكان ده، وبيلاقي فيه حراس بيحرسوه، فبيفعل تعويذة اختفاء على نفسه، وبيقرب من الحراس وبيسمع واحد وهو بيقول للتاني خليك مركز، عشان بيقول ان جوه المكتبة دي في سحر قادر ان هو يزلزل المملكة كلها في غمضة عين، وكمان بيكون في شيطان قوي جدا مختوم جواها. وفي اللحظة دي بيدخل ماتيو بينهم، والحراس لا حياة لمن تنادي. الحارس بيقول حتى لو حد عدى المكتبة مقفولة بختم، مفيش حد في العالم ده يقدر يكسره. بس طبعا كل ده ولا يفرق مع عم ماتيو، بيطلق سحر وبوم بيفرتك القفل على طول، وبيدخل المكتبة. وفي اللحظة دي بينطلق كتاب بسرعة كبيرة جدا وبيطلع منه روح، وبيقول احييك والله انت الوحيد اللي قدرت تكسر الختم ده، بس ايه رأيك تحررني من هنا؟ فماتيو بيقول له انت مين بقى؟ فبيقول له انا غريموار. اوبا بابا، ده الشيطان اللي مختوم في المكتبة، وبيقول له لو حررتني هديك اي حاجة انت عاوزها، حتى لو دهب، خد اللي انت عاوزه. فماتيو بيمسك الدهب وبيقول له يعني شيطان وكذاب وفاشل كمان. اوبا، ماتيو يقصف ولا يبالي. ماتيو بيقول له انا مش مهتم بيك، انا كل اهتمامي في تعلم السحر. فغريموار بيقول له طب ما ايه رأيك اعلمك السحر القديم؟ اوبا، وهنا قد لمعت عين
عين ماتيو. وفي اللحظة دي بيخرج سحر وبوم بيفنجر الختم. بيتحرر غريموار. ماتيو بيقول له يلا علمني. غريموار بيقول له يا سلام، ده انا هعلمك وزيادة كمان. وبوم بيسيب لويد بقوة جبارة يا ابن الغدارة، وبيكون هيخرج من المكتبة. بس لا يا معلم، لويد بيقول له ايه كمان؟ علمني كمان تعويذتين 3. اوبا ماتيو مش فارق معاه اي حاجة، وبيكون محاوط نفسه بحاجز. وغريموار بيهجم عليه بضربات سريعة جدا، ومصدوم ازاي الحاجز بالقوة دي. وفي اللحظة دي ماتيو بيمتص ضربات غريموار وبيقول لا السحر ده قوي. وغريموار بيعمل اقوى تعويذة عنده، وبيعمل تعويذة مزدوجة، وكانت خيبة الامل. ماتيو ما تهزش حتى من مكانه، والشيطان مش مصدق ازاي دي اقوى تعويذة عندي، وبيخاف جدا وبيقول انا لازم اهرب من هنا بسرعة. وبيكون هيعمل كده، بس لا يابا مش سهلة كده. في اللحظة دي بيتخبط في حاجة، وده بيكون حاجز بين ماتيو اول ما دخل المكتبة. وماتيو بيقول له ما ينفعش تمشي قبل لما اعرف منك كل حاجة، ودلوقتي وريني هتدافع ازاي. وبيظهر سحر قوي جدا، وبوم بيفشخه حرفيا يا جدعان. وغريموار مش مصدق ازاي الطفل ده بالقوة دي. وماتيو بيرجع المكتبة كلها زي ما كانت، ولكن في اي حاجة حصلت. وجريمور قاعد محترم وبيقول لماتيو من دلوقتي انا اعلنت ولائي ليك يا سيدي، ما قابلتش اي ساحر بقوتك الجبارة دي قبل كده، وعشان كده عايز ابقى مرافقك. وبيوافق ماتيو، بس بيقول له تحول لهيئة اصغر من كده. وبيتحول فعلا وبيقرب من ماتيو، وبيقول لنفسه ده غبي قوي، اول ما هقدر المسه واتحكم في عقله بكل سهولة. وهناك كانت الصدمة الكبرى. جريمور اول ما بيلمس لويد بيترعب جدا، وشاف اكتر مشهد مرعب في حياته. قوة سحرية مرعبة لاقصى درجة، قوة مجنونة بالمعنى الحرفي، فبيخاف جدا. فماتيو بيقول له من النهاردة هقولك يا جريم اسهل من اسمك ده. وجريم بيقول لنفسه احسن حاجة اعملها اني اطيع الكائن ده، والا مش هيرحمني. وبيمر الوقت وهنا ماتيو قاعد في المكتبة، فبيجي اخوه الكبير وده الامير ألبرت، وبياخده معاه للتدريب، وبيصوب ألبرت على الأهداف وبيسيبهم كلهم بكل دقة. وبيجي دور ماتيو وبيقول أنا مش عايز أجذب الانتباه، وعشان كده هقلل قوتي بنسبة 99%، ويادوبك أحفف كل الأهداف. فجريم بيقوله أنت عبيط، ده أصعب من إصابة الأهداف أصلا. بس الصدمة إن لويد بيعمل كده فعلا. بس في اللحظة دي أخو ماتيو حس بحاجة غريبة. أوبا ده باين عليه كده قفش لويد، وبعدها بيمشي. وماتيو بيقول لجريم انا عايز انفذ تقنيتك وهي التعويذة المزدوجة. فبيقول له مستحيل، الشياطين بس هم اللي يعرفوا يعملوها عشان نقدر نعمل كذا نسخة مننا. فماتيو بيضحك وبيمتص غريم جواه، وبيقول له هنعمل التعويذة مع بعض هتعرف. فبيقول له عيب عليك، ده انا شيطان جامد مش هزق زي ما انت فاكر. وبيبدأوا وجريم بيتصدم وبيخاف جدا، وبيقول للماتيو يا ابن عقل هينفجر، ايه كل التعويذ اللي انت بتلقيها دي؟ فبيقول له عادي، دي مجموعة كده من شوية تعويذ، يا دوبك كده 100 تعويذة. وكانت الصدمة. فجريم بيقول له لا انا اخر 2 3. فماتيو بيتحكم في بق جريم وبيبدأ في القاء التعويذة، وبتنطلق قوة جبارة جدا. وجريم مصدوم، انت بتعمل ايه؟ مش معقولة، ده بيدمج تعويذتين من الفئة الاسطورية وبيظهر قوتين مرعبين حرفيا. وماتيو بيضحك، اذا هذه هي التعويذة المزدوجة. وبيقول خطر جدا اوجه التعويذة دي في اي حتة، وبيوجهها للسماء. اوبا بتنفجر قوة جبارة جدا بتزلزل المملكة بالكامل. ماتيو مجنون بمعنى الكلمة يا جدعان. لو وصلت لحد هنا يا صديقي وما نزلتش عملت لايك ومتابعة فانا زعلان منك جدا يا بطل. اقسم بالله انا نفسي انزل فيديو كل يوم، بس مش لاقي تفاعل ابدا على القناة. فلو لقيت تفاعل ان شاء الله على الفيديو ده فاوعدك يا بطل انك هتشوف حاجة جامدة من الاخر. وانتظروا باقي اجزاء ماتيو، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. متخليش الفيديوهات ليك عن صلواتك الخمس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.